السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة النهاردة قصة راجل طلع معاش وقاعد عم عبد الحكيم في البيت محتار، لسه في قمة شبابه وفي قمة صحته، لكنه بدأ يبحث عن عمل. وبعد لف كتير وتدوير رجع لابنه الكبير يسأله: ما تعرفش فرصة عمل؟ ابنه دله على عمل جميل جدا وقال له: يا بابا، أنا أعرف إن والد صاحبي بيشتغل في التسويق الإلكتروني، وأعتقد إن المهنة دي مش محتاجة لف ولا تدوير ولا تنزل الشارع. أنا ممكن أكلم والد صديقي إن هو يساعدك علشان تلاقي فرصة عمل ويعلمك التسويق الإلكتروني. عم عبد الحكيم فرح جدا وقال لابنه: يا ريت. وفعلا بدأ يهتم بالموضوع، وابنه كلم والد صديقه وقال له: أنا محتاج منك مساعدة لوالدي إن هو يتعلم التسويق الإلكتروني. والد صديقه رحب بالفكرة، وفعلا قعد مع والد أحمد اللي هو عم عبد الحكيم، وبدأ يعلمه مجال التسويق الإلكتروني ويعرفه أسراره وإزاي يبدأ ينتشر وإزاي يبدأ يعمل لنفسه مكان على الإنترنت. فضل أحمد واقف جنب باباه يسنده في الشدة والرخاء لحد فعلا عم عبد الحكيم ما بقى محترف في التسويق الإلكتروني، وجاله الخير من والد صديق ابنه من حيث لا يدري ولا يحتسب. عم محمد والد صديق ابنه بدأ يساعد عم عبد الحكيم، وبقوا أصحاب جدا لأنهم في سن قريب، والاتنين نجحوا في خلق مكان على الإنترنت. طبعا السن الكبير ده خاصة بعد خروج المعاش بيكون سن حالة نفسية سيئة جدا. بعد الإنسان ما كان في قمة نشاطه بيحتاج حد يقف جنبه علشان يعيد له ثقته بنفسه ويعيد له معنى إنه مهم ولسه ليه دور في الحياة ولسه إحنا محتاجينه. أفضل حاجة عملها ابن عم عبد الحكيم إنه ساعده يقف على رجليه من تاني ويستعيد ثقته بنفسه، وهو ده دور بر الأبناء في الآباء وحملهم عند الكبر. زي الشيخ الشعراوي ما كان بيقول: انت مش بتخلف ابن علشان تربيه وبس، انت بتخلف اب علشان يعولك في الكبر. وجه وقتها: اللهم انا نعوذ بك من الهرم ونعوذ بك من العجز والكسل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.